السلام عليكم الاخوان. معنا واحد السيد اللي تعرفت عليه اليوم في وجده. هذا السيد هذا شنقول لكم انسان عظيم اقسم لك بالله. هذا السيد هذا من المطرودين من الجزائر وجا لهنا المغرب اولا جراو عليه المغرب وعمره 13 عام. قد هذا الابن ديالو ها هو نوريه، ها هو الوليد الصغيور. اجي وليدي الوليد ديالي هذا ولده الصغيور. سي جمال طردوه من الجزائر وهو في هذا العمر هذا قد في هذا لاج. وشفت واحد التصويره ديال كتشبه ليه سبحان الله العظيم. يا كتشبه ليه. هذا السيد هذا راه درت معاه واحد الانترفيو والانترفيو كان صعيب بزاف و صعيب لواحد الدرجه ما تصورهاش. السيد مسكين ما عنده بزاف ما يقول يعني مآسي. حسيت بحال واحد القنبله ديال الالام وديال الجراح انفجرت دابا وديال الحقره اللي تعرضتي ليها وتعرضوا لها دوك المغاربه بدوك الناس. شي كلمه بغيتي تقولها قبل ما وهذه تبقى الام، يبقى واحد الجروح نازف ما بغاش يبرا. حنا وني بيان في البلاد ما خاصنا خير، ولكن كتبقى ديك الذاكره كاين كنتكفروها مع متعلقه بالوالدين وديك التكرفيصه. طبيعه الحال الانسان عندها علاقه مره، عندها واحد سوفينير مر كنهضروا عليها كنكونوا شويه ماشي نورمال، لان شويه تروماتيزي. لان علاش؟ من راى لك من سمع، كما قال خويا يوسف. الكونكليزيون ديال هذا الشيء مساله مرتبطه بالحقره، حقروا والدينا وحقرونا حنايا. هذا الشيء اللي بغاو يديروا كروشي الحسن الثاني والمغرب من ناحيه تاع الشرق، ما بالهم غيفوتوا علينا حنايا. ولكن لا يحق المكر السيء الا باهله، امور جات مجاريها ونير بها الحمد لله. ولكن تبقى لا ميموار سي كونت لوبلي. هذه قضيه جنائيه كما كنقول قبل ما تكون سياسيه. هذه كمسلمين كان ليهم ما يديروش فينا داك الشيء. على الاقل بغاو يطردونا يعطيونا فرصه باش نجيو على الاقل نجيو نسوق واحد السؤال سي جابر. ظروف اخلاقيه. انا نسوق واحد السؤال. دابا كون كنتي عايش في اسرائيل دير لك هكا. اش هي؟ يا كون كنتي عايش في اسرائيل كنتي انت في اسرائيل اطردك. اخويا انا في اسرائيل هي الجزائر. هادشي اللي كاين. لان في اسرائيل ما درت لي والو. انا شنو درت لي؟ هادو اللي توشاونا هادو راه كانت اغتصابات، راه كاين داونا الارزاق. وحتى الشعب الجزائري كان يشكم على العائلات اللي قفز عليها الطرد. راه غير في حنا طردونا بالعلبيبان باش تجي السلطه تغدا ديو القش. ناضوا لي فوازان داو الدواجن وداو لافيسال وداو. وحتى القش ديالنا حنا اللي تباع في المزاد العلني من بعد 75 داك القش الغليظ شكون اللي شراه؟ غير احمد ومحمد. تا واحد ما قال حرام ولا قال مسائل. كان الشعب الجزائري تا هو قطران وحتى هو مشراب. اللي شراو الحرام وداو غير الحرام. دابا وجه رساله لا خير وهو باش يعرفوا المغاربه ما عندهمش يعدوا في العالم من غير الجزائر شعبا ونظاما. هذا الشيء اللي بغيت نقول. شكرا سي جمال. اجي سي عبد الله. المهم ها هو سي عبد الله. راه غادي تشوفوا حتى هو واحد. عندنا اوراق تعلق. تشوفوا نقلب هذا سي عبد الله. حتى هو غادي تشوفوا واحد الحلقات راه صورتهم معاه هنا في وجده. سي عبد الله حتى هو حكى شي امور خطيره بزاف، شي امور قاسيه مؤلمه بزاف. وانا جمعتهم بجوج اليوم باش تشوفوا ان المغاربه من كلا الطرفين، ميليتير جندي ميليتير وسيفيل، بجوجهم تعرضوا للاذى من طرف الجيران السوء. ما فرقوا لا ما بين سيفيل ولا ما بين ميليتير. كلشي عندهم سواء. اي مغربي عدو ليهم من الاخر. وهذا السيد هذا راه مازال ما قال والو. يلا داكشي اللي قال انا طبت، ما نكذبش عليكم. انا مخي يحبس. انا داكشي اللي سمعت دابا مخي يحبس. وهذا السيد شوفوا شحال من عام. انت جيتي 13 عام ومازال من 1975 الى 2024 ومازال هز في قلبك هذيك الحقره. هز في قلبك هذيك الحقره اللي عشتيها في 75. باقي الجمره هذيك. كنشكرك سي جمال وسمح لي بزاف الا قصرت في الحلقه تاع الشقه ديالك بعدا. اسمح لي بزاف الا قصرت في والله العظيم. ونبقاو على تواصل ان شاء الله. ضروري ان شاء الله تعالى. والعقبه العمل القادم ان شاء الله. ان شاء الله احنا راح مرحبا. سي يوسف.